وأخبركم من خلال مناظراتي ومناقشاتي بالهاتف مع بعض الفرق، والله يا أخوان إن قلوبهم تتقطع، من رافضة، من إباضية، من صوفية. لماذا الحرمان تحت ولاية ناس موحدين لله عز وجل، مقهورين ميتين قهر، يتمنون إيش؟ لو أن إيش سلبت هذه المشاعر والحرمان من حكامها وتنتقل إلى غيرهم. ومنهم يصرح ميتين قهر: قل موتوا بغيظكم. واللي يذهب إلى الحرم المكي يجد العجب العجاب، لا قبور، لا قباب على أولياء، لا بدع، لا موالد، بالعكس فيها جامعة ومعاهد، كتاب وسنة، يعني شيء يثلج الصدر. تعال انظر في رمضان كيف يفطرون الصائمون، تعال انظر إلى الترتيب، تعال انظر إلى منذ أن رفع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قواعد من البيت لم يعمر المسجد الحرام مثل العمران الحالي. الحرم ممكن يكون فيه 1,000,000 مصلي بتكبيرة الإمام، 1,000,000 واحد يصفون مع بعض، مع الساحات، مع التوسعة 1,000,000 أو أكثر بعد، مع الساحات أكثر، بإمام واحد. هذا ما حصل، مع التكييف، مع دورات المياه، مع الماء البارد، مع أفطار الصائم. أطنان يوميا في رمضان إلى هذا المكان يجتمع الناس ويصومون ويفطرون ويصلون تراويح وقيام. لا قبور، لا تصوف، لا قباب، لا بدع. هذا شيء عظيم 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 جدا، مع أن إيش عصرا عن النبوة إيش يا أخوان بعيد، ومع ذلك ما زال التوحيد قائما. لا بد أن نمجد التوحيد ونحمد الله على هذه النعمة ونسعى إلى دعمها وتشجيع أهلها، هذا شيء عظيم. لكن انظر إلى البدع، والله قلوبهم مشتعلة نارا. لماذا الحرمان تحت إيش ولاية ناس يدعون إلى الله عز وجل ويتمسكون بالتوحيد. وحتى بين الحين والآخر يطرحون فكرة ماذا؟ تدويل الحج. ايش معنى تدويل الحج؟ يعني كل سنة تتولى أو كل سنتين تتولى دولة، سنة تتولى الحج إيران، سنة تركيا، سنة باكستان، سنة إندونيسيا. هذا الحرم ليس للسعوديين فقط، المفروض يصير في تدويل، فكرة يطرحونها بين الحين والآخر. كيف تدويل؟ يعني كل سنة تتكفل إيش بإدارة الحج دولة. تصور عاد سنة من السنين يتولى إدارة الحج إيران، ولا تركيا، ولا باكستان، ولا الهند، ولا إيش، خدمات شيء. يعني قيل لأمير مكة ذات يوم: كم ترصدون لموسم الحج؟ قال: أصفار فلكية، مفتوح، يعني حط 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 لما ينتهي الحج. فهذا شيء عظيم. ما أعظمها من نعمة على أهل السنة أن الحرمين تحت ولاية سنية، لا رافضية ولا إباضية ولا صوفية ولا قديانية، وإنما تحت أهل السنة بحمد الله عز وجل. نقول لهم، خاصة الإباضية دائما مقهورين، نقول لهم: موتوا بغيظكم، الحرمان تحت ولاية سنية والحمد لله، موتوا بغيظكم. نعم، تفضل كمل.